بتكون القطط من الحيوانات القريبة من الإنسان، لأنها حيوانات أليفة بيربيها كتير من الأشخاص. كانت القطط في بعض الحضارات من الحيوانات المقدسة اللي اتبنى لها عشرات التماثيل، خصوصا في الحضارة الفرعونية. وكان بيتعاقب الشخص اللي بيتسبب بأذية لأي قطة بعقاب شديد، وبيوصل في بعض الأوقات إلى الإعدام. أهلا بيكم، إحنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، ويلا بينا نتكلم عن القطط ونعرف إيه هي قصة القط الفرعوني أو قطة سفنكس. بتكون قطة سفنكس من فصائل القطط النادرة اللي ما عندهاش شعر، ومشتهرة كمان باسم القط الكندي الأصلع، وكمان مشهور في بلاد مختلفة باسم القط الفرعوني. اشتهرت النوعية دي من القطط بالاسم ده بسبب الشبه الكبير بين شكلها وشكل القطط المنقوشة على جدران الأحجار الجيرية في الصحراء المصرية القديمة. القط الفرعوني أو قطة سفنكس شكلها مميز جدا عن باقي القطط المعروفة. بتكون القطط دي من غير شعر ومتوسطة الحجم، وبيوصل وزن القطة البالغة منها بين 3 إلى 6 كيلو جرام تقريبا. بتكون راسها صغيرة، عندها عضلة رقبة قوية لدعامة الراس، وعينين كبيرة ومخالب حادة جدا. بسبب عدم وجود فروة على جسمها زي باقي القطط، جعل الله سبحانه وتعالى درجة حرارة أجسامها أعلى من متوسط درجة حرارة أجسام باقي أنواع القطط. من الممكن إن القط الفرعوني يصاب بحروق جلدية لو اتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وبتكون الحروق دي بسبب افتقارها لفروة تحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. علشان كده بيكون أفضل أماكن لتواجدها هي الأماكن المغلقة. من المحزن إن القطط دي بتتولد وهي عندها جهاز مناعي ضعيف، علشان كده هي عرضة لأمراض القلب وضعف عام في العضلات، ولازم أي شخص بيربي النوع ده من القطط يهتم بتربيتها جدا. بيكون متوسط عمر القطط دي تقريبا من 8 ل 14 سنة. دايما القطط دي في الأوقات الشتوية بتبحث عن الدفء من خلال التقرب إلى الحيوانات التانية، وده طبعا علشان تعوض الحرارة المفقودة من جلدها. أحيانا بيظهر وبر ناعم جدا أسفل جسم القط الفرعوني أو على وشها وفي الأقدام، والبعض التاني من السفنكس بينمو ليه وبر في منطقة الحاجبين. بتختلف قطط السفنكس عن باقي القطط لأنها بتمتلك بشرة زيتية، وده بيخليها بتعرق بنسبة كبيرة جدا. والعرق الزائد اللي موجود في النوعية دي من القطط بسبب إنها ما عندهاش فرو يمتص الإفرازات دي. علشان كده لازم يكون فيه اهتمام ببشرة النوع ده من القطط دي، وتغسل وتنشف باستمرار في فترات متقاربة. بتعتبر القطط الفرعونية من القطط المحبة للطعام، وده بسبب إنها بتكون عايزة تعوض الحرارة المفقودة من جسمها، فهي بتاكل حرفيا أي شيء بيتقدم لها، بس لازم يكون في عناية ونظام في تقديم الأكل ليها. وده بسبب إن النوع ده من القطط بيكون الجهاز الهضمي عندها حساس جدا، علشان كده بينصح بتقديم وجبات صغيرة على فترات متقاربة خلال فترة النهار. اكتسبت القطة الفرعونية سمعة القط الشرس والأسلوب العدائي، وده بسبب شكلها الغريب وممكن يكون مخيف لبعض الأشخاص. علشان كده مش بيربيه ناس كتير إلا اللي بيعانوا من الحساسية لوبر القطط. كمان المادة الكيميائية اللي بتنتج في لعابهم وبتسبب الحساسية أقل بكتير من السلالات التانية. رغم شكل القطط الغريب ده والمخيف لبعض الأشخاص، إلا إنها في الواقع من القطط الحنونة والاجتماعية جدا، ومش بتحب العزلة نهائيا، وبتستجيب للتدريب بنسبة كبيرة لأنها من القطط عالية الذكاء. طيب نيجي بقى لموضوع مهم، وهو أصل ظهور قطة السفنكس أو القطط الفرعونية. ظهر النوع ده من القطط تقريبا سنة 1966، وده كان نتيجة ظهور طفرة على بعض أنواع القطط اللي شعرها صغير، لما أنجبت قطة ضالة سميت لاحقا إيزابيل، قطة صغيرة بدون شعر. وحدث طفرة تانية بعد سنوات قليلة عام 1978 لما انتشلت 3 قطط صغيرة ذكر وأنثتين من أحد شوارع تورنتو الكندية، وكانت كلها بدون شعر. التغيير اللي حصل في شكل القطط المعروفة ده
كان بسبب إن مجموعة من العلماء والباحثين اكتشفوا الطفرة الجينية المسؤولة عن غياب الفرو وظهور الشعر الناعم والخفيف جدا. علشان كده القط ده بيتصنف إنه من القطط اللي سعرها غالي جدا، لأنها هجين مخصوص للأشخاص اللي بتحب تربية القطط وعندها حساسية من الشعر. بس كده، دي كانت قصة القط الفرعوني أو قطة سفنكس. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبهولي في التعليقات. دمتم بكل خير.